عجباني قوي البركه بتاعت اشير. وكانت اشير يقول الكتاب ايه؟ يلا اقرا معايا كده. ولاشير قال مبارك من البنين اشير. مين يقولها معايا كده؟ ليكن مقبولا من اخوته. وكمان يلا كده، ويغمس في الزيت رجله. عدد 25. حديد ونحاس مزاليجك وكأيامك راحتك. ركزوا معايا لأن بركة أشير مهمة جدا. عنه إيه الكلمة دي؟ أول حاجة مبارك من البنين. أؤمن باسم الرب يسوع هتكون مبارك من كل اخواتك باسم يسوع المسيح. ايد الرب النهارده هتعليك، هتخليك زي ما قال الكتاب لتكن مستعليا، يعني مش متكبرا، لكن الرب يرفع قيمتك ويرفع راسك الوقت اللي جاي باسم يسوع. لكن كمل معايا كده بيقول ايه؟ ليكن مقبولا من اخوته. ودي اكتر حاجه بيشتغل عليها ابليس اليومين دول، عكس الكلمه دي بالظبط. مش عارف في حد يوافقني على الكلام ده ولا لا. الوقت ده، الزمن ده، ابليس بيخبط في العلاقات قوي قوي، بيخبط في العلاقات، عايز يفرق، عايز يخلينا نفهم بعض غلط، عايز حاجات كتير قوي. قول كده باسم الرب يسوع، حارب واعمل جهدك. الترنيمه بتاعت زمان دي، بس انا عايز اقول لك انا واخد مسحه النهارده، والسماء بتاعتي مقبوله مفتوحه باسم يسوع، وسمائي بتقطر ندى، فهكون مقبولا من اخوتي باسم يسوع. كم حد يقول امين؟ مش حد يفهمني غلط ولا هفهم حد غلط. طيب اللي بعديها يقول عنه ايه؟ يغمس في الزيت رجلي. انا لما قريت الجمله دي، طبعا تملي بنتكلم عن روح القدس وزيت الروح القدس، بس مع مسحه الروح القدس صح 100% روحيا، لكن هو كمان قال حاجه تاني عنه. انتوا عارفين اشير كان المنطقه بتاعته او المكان اللي اخده كان فيه زرع زيتون، فبيقول عليه ان هو في المكان بتاعك انت هتكون متبارك جدا جدا جدا، حتى وانت بتعصر الزيتون فالزيت ماله هيبقى ايه؟ قولوا معايا كده، هيكون زياده قوي. تغمس في رجلك في الزيت. يعني ايه؟ انا كنت متخيله الاول يعني لغايه كعب رجل كده تبقى رجليه مغموسه في الزيت، بس هو ما قالش كعب، الرجل كلها. عايز اقول لك لما يجي الندى عليك هيكفيك ويكفي الوقت اللي جاي كله باسم الرب يسوع. لا يعوز رأسك دهن، لأن الدهن والزيت مالي في اسم الرب يسوع. شاعر ان في ناس الوقت اللي فات كانت بتشعر ان في خوف من الوقت اللي جاي، خوف من في حاجه، في حمل، في امور مش قادر تسددها، يمكن في مسؤوليات جايه عليك والمسؤوليات دي حاسس ان هي اكبر من امكانياتك. انا عايز اقول لك باسم الرب يسوع السماء المفتوحه اللي بتقطر ندى النهارده، اؤمن باسم الرب يسوع راح تغمس في زيت رجليك ومش هيعوزك شيء باسم يسوع. امين، هاليلويا. طب ندخل في الحته الاخيره، عدد 25. يقول الكتاب ايه؟ حديد ونحاس مزاليجك. ايه هي مزاليجك؟ انا رجعت لقيت ان جايه بمعنيين، جايه بمعنيين مش معنى واحد. المعنى الاولاني اللي جايه فيه نعالك، النعل اللي هو الشوز يعني. والمعنى الثاني اللي جايه فيه، مش عارف لو في حد من الصعيد هنا هيفهمني. امين. اقول لكم في بيت لكن في بوابه، البيت بتاعك وفي بوابه كبيره بتكون ضمه كذا بيت من بعض، فالبوابه اللي بره دي تملي بيبقى فيها اسمها غلقه. انا عندنا في البيت اسمها غلقه، بيبقى عرق خشب كبير جاي من الحيطه دي وداخل في الحيطه دي، فهو ده اللي بيعمل ايه؟ ده اللي بيقفل الباب الكبير بتاعت البوابه الكبيره. فهنا بيقول ايه؟ مزاليجك دي اللي هي اللي بيحمي بيتك، ده هو اللي بيحمي بابك، ده هو ايه نوعه؟ حديد ونحاس. او لو جت بالمعنى الثاني ثابت في خطواتك باسم الرب يسوع. خطواتك ثابته، خطواتك ثابته، ما تخافش، مش هيبقى ليك راي متقلقل باسم الرب يسوع، لكن خطواتك هتبقى ثابته. نعالك هتبقى حديد ونحاس، ومحدش يقدر يقرب من بيتك لانه محمي بالحديد والنحاس.